السلام عليكم يا بنات. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة اوريكم طريقتي في الغسيل ازاي الالوان والابيض. فالنهاردة انا بعمل الالوان وهقول لكم طريقة الابيض بعمل ايه وايه الخطوات، وريفيو بسيط كده عن غسالة ال جي ال10 كيلو. بصراحة غسالة ممتازة ومريحاني جدا الحمد لله. وطبعا هي بتساع افراد الاسرة لو كبيرة شوية. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. انا لما باجي اغسل الالوان بحط في الدرج بتاع المسحوق هنا اهو بتاعها، بحط فيه الصابون وبحط عليه البيكربونات. وعندي برطمان البيكربونات طبعا بستخدمها في حاجات كتير في البيت، وملح الليمون برضو مفيش غنى عنه، وبعد كده ان شاء الله هقول لكم على استعمالات كتير ليه. فاحنا نحط شويه من البيكربونات بحطها على الغسيل الالوان. هي بتعملش حاجة، بالعكس هي بتعقم، بتحافظ على الغسالة، مفيش اي حاجة بتنضفها، وبتعقم الغسيل. يعني احسن من الكلور طبعا، والريحة النفاذة بتاعته بيهري الهدوم ويبهدلها. بصراحة البيكربونات جميلة جدا ومعقم طبيعي. الغسالة بقى ال جي سهلة جدا في استعمالها. عندي هنا زرار الباور بيفتح من هنا، وعندي دي البرامج اللي انا بختار منها. يعني في برنامج عقلي، في رقيق، في غسيل سريع، في جنس، في ده تنظيف الحوض. لما اكون عايزه انضف الغساله بشغل ده، بتشتغل لمده ساعه لوحدها تنضف. طبعا بحط لها خلطه خل علشان خاطر تنضفها، دوره خل. وعندي هنا ده المفضل، لو البرنامج معين يعني انت بتعمليه عليها فبتظبطيه بالمفضل ده. وده سايلنت لو هي ايه هادئ، لو هي بتشغليها مثلا بالليل وحد نايم فبتبقى صوتها تقريبا ملهاش صوت يعني. وده برنامج للصوف. بنحركه ازاي؟ دي اللي بنحرك منها البرامج، كل برنامج وايه وليه مدة معينة. انا غالبا بشغل ايه العقلي لما يكون غسيل على طول سريع. لما يكون غسيل فيه حراير او فيه حاجات ترتر او حاجات كده الواحد بيخاف عليها، بيشغل الرقيق ده. لو غسيل سريع مستعجلة وعايزة دورة بسرعة عشان اغسل فبشغل ده. وبعد ما يخلص لو عايزة بقى كمان اجفف تجفيف بالهوا ده، عشان خاطر لو مستعجلة على الهدوم في خلال مثلا نص ساعة بيطلعها لك ناشفة يدوبك على المكوى. ماشي، الإضاءة مش مبينة شوية، يمكن كده مبينة. فأنا بختار العقلي كده. وبعدين عندي هنا في ده تظبيط المية، هو لوحدها لما بنشغلها كده لو تلاحظوا بصوا هتبتدي هي تلف لوحدها توزن الغسيل. ولما توزن الغسيل تشوفوا محتاج قد ايه صابون ومحتاج مية، فبتروح ايه مختارة هي على طول تشتغل لوحدها. المية بتنزل من هنا ليها جوه الدرج، فبتنزل طبعا المسحوق واللي انت الاضافات اللي انت حطاها. وده الفلتر بتاعها. ليها فلترين، ده وواحد تاني هنا اهو. وده الدرج اللي هو بيتحط فيه المنعم. هي بتاخد المدة بتاعتها اللي هي البرنامج ده بياخد 54 دقيقة وساعات 58 على حسب كمية الغسيل ودورة المية اللي هي اختارها. عندها كمان في هنا عندي في شطف اضافي، لو انا مثلا خلصت وحسيت ان في صابون شويه فبدوس على الزرار الشطف الاضافي ده وايه واشغله. في عندي برضو حاجه تجفيف لطيف. تجفيف لطيف ده لما يكون الحاجات اللي هي زي قلنا الترتر والحاجات دي فيها عايزه اجففها شويه لسه فيها، فبشغل ده فبيبقى بسيط. ما يعني الحله ما بتلفش بالسرعه اللي هي الكبيره اللي هي ممكن تبوظ الهدوم. طبعا في هنا تأجيل التشغيل ده فيها، لو انت خارجة مثلا وتظبطيه على وقت معين الساعة كذا تشتغل، فبتشتغل لوحدها وتخلص طبعا الدورة بتاعتها لوحدها.
دي العمليات بتاعته. لو انت مثلا وانت بتغسلي بتختاري مثلا منها العمليات. لو انت من قبل ما تشغلي اللي هو الاون بتاعتها، التشغيل بتاعها، بتختاري العمليات، تشوفي هل انت عايزه معاهم يبقى في نقع سريع. نقع سريع ده يعني بتخليها قاعده شويه فتره، لما تشغلي البرنامج بتفضل الميه بالصابون فيها تعمل دوره، وبعدين تستنى شويه كده بتاع حوالي نص ساعه او اقل، وبعدين تشتغل لوحدها تاني وتكمل، بس يكون الغسيل اتنقع. وده غالبا بعمله في الابيض، يعني ما بيحتاجش الالوان مني ان انا اعمله. وفي كمان فيها لو عايزه مثلا انت تشغلي الغساله، غسلتي ولقيتي ان لسه مثلا في صابون وعايزه تشطفيه تاني، فبحرك من الزرار ده لغايه ما تنور اللمبه، وتجيلي على اللمبه اللي هي بتنور مثلا شطف. عايزه تجفيف بس بشغل الزرار لغايه ما يجيب لي تجفيف. يعني ده اللي بيختاري منه العمليات اللي انت عاوزاها. انت شايفه مثلا هنا في اللي هو الميه، انت شايفه ان الغسيل اللي محطوط انت عايزه الميه تغمره اكتر، يعني انت حاسه ان هي اللي اختارته ده مده الميه او منسوب الميه. لا، انا عايزه الغسيل يبقى اكتر من كده، خصوصا لو كان ابيض وهنقعه. اروح مزوده من هنا زياده، ادوس على الزرار يروح ناقل لي على اللي بعدها على طول. وعندي هنا في طبعا فيها سخن وفيها بارد. السخن ده لو انت طبعا عندك غاز بيكون افضل سخان غاز، لان بصراحه السخان الكهرباء بتسحب الميه كلها. انا عندي اللي هو 30 لتر بتسحبه وبتخلصه، بتبقى محتاجه تاني، فطبعا مش نافعه مع السخان الكهرباء خالص. فغالبا بشغل البارد دلوقتي لغايه ما اركب سخان الغاز ان شاء الله. لكن هي طبعا لو سخان غاز بيبقى ممتازه جدا، تقدري ان انت تغلي الهدوم، فبتبقى حلوه جدا. طبعا هي شويه لما تملى الميه، لو انت ما قفلتيش الباب بتاعها بتفضل تديكي صفاره ويقف الغسيل ما يلفش، لان هي فيها امان عشان الاطفال. فطبعا بتضطر ان انت تقفليها، ما تسيبهاش كده مفتوحه. في هنا كمان نسيت اقول لكم، في هنا مكان اللي هو اضافه الكلور، مكتوب حتى الCL الاختصار بتاعها. ان انت بتحطي الكلور هنا لو عايزه تضيفي كلور ابيض او الوان. ودي يا بنات كانت طريقتي في الغسيل، الالوان بالنسبه بقى للغسيل الابيض انا بحطه برضو نفس الطريقه، بس طبعا زي ما قلت لكم بحطه على اللي هو برنامج نقع كمان بضيفه للعمليات دي. وبحط معاها مع الصابون ملح ليمون، وممكن ساعات بيكربونات وساعات لا. ملح الليمون مع الابيض بصراحه جميل برضو، بيعقم الهدوم وبيخلي يدي بياض للغسيل الابيض. بس هي بقى النهارده كده كان دي الفيديو بتاع النهارده. اتمنى يكون عجبكم ان شاء الله. انا بقى اقول لكم كمان بحط البرطمانات، عامله برطمان للبيكربونات وبرطمان لملح الليمون. دول طبعا بستعملهم، مفيش غنى عنهم في البيت في استعمالات كتيره قوي. زائد ان انا مفرقتكوش، طبعا انا عملت ستاير كمان فصلتها بنفسي فما فرقتكوش عليها. فدي ستاره من الستاير وحاطه لها فرنشه. دي عمايل ايديا انا بقى، يا رب تعجبكم. وده الفانوس اللي عملته، هي ما انا عاملاها كده 2 بس ضمها من فوق عشان لو حبيت ان انا اضمها بميله كده اهو تبقى جميله يعني وشكلها حلو. ده فيديو النهارده، يا رب يعجبكم. معلش طولت عليكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش اللي تعجبه القناه يعمل اشتراك، وما تنسوش الشير والكومنت واللايك. واتمنى اكون ضيفه خفيفه عليكم في كل فيديو بعمله. سلام عليكم، باي باي.